مين هو الشخص غريب الأطوار؟ هو الشخص اللي الناس بتشوفه في المجتمع إن هو مش بيفكر زينا، مش بيلبس زينا، مش بيتكلم زينا، بيقولوا عليه لأ ده مش شبهنا. ليه؟ لأن هم اتربوا على نمط معين أو هم عايشين على نمط معين، بل بيقولوا كمان أحيانا عليه إنه شخص انطوائي وإنه أحيانا مريض نفسي. طيب هل الكلام ده حقيقي ولا لأ؟ لأ، لأن الشخص غريب الأطوار هو شخص مش بيحب العزلة، بس مش بيقدر يقعد وسط حشد كتير ما بين الناس. هو مش بيميل إن هو يكون مصدر الضوء، مش بيحب يكون ملفت للأنظار. هو شخص عنده مقومات الإبداع والابتكار. هو شخص بيفكر بطريقة معينة، مش شايف إن هو لازم يكون بيشبه الناس في حاجات كتير. طيب، على فكرة أنا عايزة أقولك على حاجة، أنا وإنت وغيرك وغيرك ممكن نكون مختلفين الأطوار. أي حد شايف إن أي حد تاني مختلف عن طريقة النمط اللي اتربى عليها أو اللي بيفكر فيها، شايفه إن هو غريب عنه، بل هو كمان غريب الأطوار. أوكي، بس اللي أنا عايزة أنبهك ليه، إن لما تلاقي شخص مختلف عنك في أي حاجة، ده مش معناه إن الشخص دوت مريض نفسي، لأ. انت بس محتاج تفهم ان كل حاجة في الكون موجودة وعكسها، الخير الشر النور والظلام، وان الاختلاف ده ضروري علشان احنا نقدر نتعرف على بعض اكتر، وعلشان نقدر نفهم ان في حاجة اسمها تقبل، وان كل لما نتقبل الاخر كل لما هنعيش سعداء وهنشعر بالتناغم والسلام. يومكم جميل.